السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ بصوا النهارده هنعمل بيتزا. عايزه اقول لكم البيتزا دي حبيبه الملايين، الكبار والصغيرين، ما حدش يقدر ما فيش حد ما بيحبهاش. تمام. عايزه اقول لكم ان انا من صغري وانا بحب اخش ادخل المطبخ. انا ما بخشش المطبخ مخصوص غير وانا صغيره غير علشان اعمل البيتزا دي. دلوقتي بصوا انا عايزه اقول لكم معايا كيلو الا ربع دقيق. تمام. هنحط عليها ايه؟ البيكنج باودر. الطريقه دي انا ما بغيرهاش. تمام. تمام. خلاص حطينا البيكنج باودر. خلاص. وحطيت معلقه صغيره برضو خميره فوريه. انا بستخدم معلقه كبيره بس انا بحط مثلا نصها. ببقى عارفه ايه. او عايزه اقول لكم انا ممكن ما استخدمش المعلقه الواحد. ممكن ايه الواحد لحد يعني الواحد لما كتر وقفله في المطبخ او كده ممكن تاخد الموضوع ايه بالايه بالمعايير بالنظر. وحطيت اهو إيه معلقه نص معلقه سكر. وادي البيكنج باودر سوري لبن بودر. انت ممكن تستغني عن لبن بودر. بس عايزه اقول لكم بقى لبن البودر دوت ما شاء الله بيخلي العجينه هشه وحلوه وجميله كده وطريه. بتدي ليها ايه، توديها في حته تانية. وذره ايه، ملح. خلاص احنا كده ايه حطينا المكونات الجافه. تعالوا بقى هنعمل ايه. هحط زيت. هحط ايه كوبايه الا ربع، حوالي كوبايه الا ربع زيت. انا حطيت نص بس شويه هحط حبه زيت كمان. تمام. انا بروح مقلباها كده لغايه ما تبقى مفروله كده اهو، تبقى عامله مثلا زي الكسكسي كده ولا حاجه. بس اتخن ايه، يعني اكبر من ايه من حبات الكسكسي بشويه. في ناس بتحط عليها سمنه على زيت. بس عايزه اقول لكم انا جربت السمنه، لا مش ما بتبقاش حلوه قوي. هي سبحان الله في كل حاجه وليها حاجتها. انا بستخدم لها ليها ايه، زيت بس. عايزه تحطي معلقه سمنه حطي عادي. خلاص. انا هقعد ايه اقلب فيها كده، اجيب اللي فوق واللي تحت واللي في الجناب وايه واقلبها كويس جدا. دلوقتي هجيب ايه ميه دافيه. خلاص. انا ما اقدرش اقول لكم طبعا كلكم عارفين ان كل نوع دقيق وليه ايه الميه بتاعته، يعني كميه الميه. في دقيق بياخد ميه كتير وفي دقيق لا. خلاص. فانت حطي الميه جنبك وحطي ايه حبه حبه. انا حطيت حبه اهو. هعجنهم مع بعض وبعد كده هبتدي احط ايه تاني. ادي اهو عجنتها وبقت بصوا ما شاء الله وخلصتها عجن. لغايه ما تحسي بقى ان ايدك نظيفه والعجين ايه مش موجود في يعني مش متبهدل في الطبق واتلم. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. انا في عجين كده تحبي تقعدي تمسكيه وتقعدي تلعبي بيه كده هو ما شاء الله من كتر ما هو حلو وجميل. العجينه بتبان شايفين. انا دلوقتي اهو بس خلاص خلصنا عجن فيها. احنا هنسيبها ايه وهغطيها واسيبها انها ايه تخمر. انا هي خمرت بصوا ما شاء الله اللهم بارك. انا عايزه اقول لكم ان انا ما كملتش تلت ساعه لغايه ما بقت عامله كده. عايزه تسيبيها تاني سيبيها. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك على العجينه. هروح بقى ايه اهو ماسكاها هخبطها بقى كده شويه. خلاص. واخد اهو في الجناب مكان ما خمرت. خلاص. لميناها. هبتدي بقى اخد مثلا ايه حته على قد انت بقى ما تقدر، على قد انت بقى ما انت عايزه، كل واحده ما هي عايزه انك انت تشوفي ايه عايزاها ايه اني حاجه. تمام. والفها لمها زي الايه زي البهجه كده. انا جبت قالب اهو طبعا ورحت مدهناها ايه، دهناها سمنه. اهو هنا بقى انا ممكن ادهن سمنه في القالب. تمام. وتخلي بالك والجناب كلها ايه تلميها ايه تدهنيها كويس. خلاص ادينا اهو واروح حطها وابططها. عايزه اقول لكم حتى لو انتوا تشوفوا العجينه بتاعت بره انت عايزاها عاليه تمام عادي ما فيهاش مشاكل. بس انت لو شوفوا البيتزا بتاعت بره هي اساسا سمكها ايه، سمكها رفيع ما هيش عاليه قوي. بس عايزه اقول لكم ان احيانا بحب اخليها عاليه. ادينا اهو باخدها بقى كده اهو بالطريقه ديت. واروح ايه لغايه ما اخلص الكميه الايه الكميه اللي عندي. انت ممكن بدل ما تعمليها بالطريقه دي ممكن تعمليها عامله زي الايه زي السمبوكسه. تمام. اهو شايفين انا بلمها واعملها زي البهجه اهي كده اهو كويس. واروح مبططاها. خلاص وافردها. خلاص. ممكن بقى تحطي بقى ايه الحشوه اللي انت عايزاه. بصوا اي حشوه ما ت- ايه ما ت- ما يعني ما توقفيش نفسك على حاجه. انا حطيت مثلا هي مثلا جبنه. دي اللي هقول لكم عليها هنعملها زي السمبوكسه. اي نوع جبنه ممكن تحطيه. ممكن تحطي طماطم تحطي زيتون. اي حاجه. انا كنت مقطعه طماطم حتت صغيره شايفين اهو زي ما بقول لكم. ممكن تحطي ايه برضو زيتون وتروحي مقفلاها ايه كده اهو زي السمبوكسه بالظبط. وهبقى كده هقول لك هنعمل فيها ايه بس عشان نعملهم كلهم مره ايه واحده زي مع بعض. ادي انا مثلا خلصت مثلا القالب ده.
اهو بصوا شايفين انا عملت ايه في بتاعه السمبوكسه، انا قطعتها ايه بالسكينه كده اهوت من على الحروف، ادي بالشوكه هخلي الايه، هقعد اعملها بالايه بالطريقه ديت بالشوكه علشان ايه ما تعلاش ايه مني. عايزه اقول لكم ان هي برضو خلاص انا بقى بدهنها بالصلصه بتاعه البيتزا. ادينا اهو خلصتها. زي ما بقولك بقى اي حشوه عندك. انا مثلا حطيت برضو طماطم فيها اهي، حتى اهو الزيتون، زيتون مثلا مخلي. مش عارفه ليه سبحان الله البيتزا اللي هي بتبقى الميني بيتزا الصغيره ديت بتبقى ليها طعم، بتبقى هي العجينه ما فيهاش اي مشاكل. انت ممكن تعملي من العجينه كده وتعملي من العجينه كده، ممكن تعملي ميني بيتزا، ممكن تفردي مثلا عجينه وتملي بيها القالب عادي مدوره كبيره. بس مش عارفه ليه، بص مش عارفه ليه بتبقى الميني بيتزا دي بتبقى ليها طعم تاني مختلف. ادي انا سويتها وخرجت من الفرن. انا حطيت كمان، عايزه اقول لكم في انا كان عندي بواقي شاورما رحت حطاها كفت حوالي 2 او واحدتين او 3 اهي، شايفين ما شاء الله. عايزه اقول لكم جميله جدا ما شاء الله اللهم بارك، كانت طعمها خطير ما قعدتش. انا مش يعني انا في ناس بتقول تحط جبنه مثلا الموزاريلا اول ما تدخلها ايه وهي لسه عجينه في الفرن. عايزه اقول لكم انا حطيتها اهو عليها جبنه موزاريلا، بس الجبنه ديت انا حطيتها خلاص وهي قربت تستوي. عشان انت لو انت حطيتيها في الاول الجبنه الموزاريلا ديت للاسف بتلاقيها تحس انها تتحرق، ما بتبقاش هتبقى ليها اي فايده ولا هتمط معاكي ولا هتعمل اي حاجه. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. اللي انا الطريقه دي انا عمري ما استغنى عنها ابدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.